وإن شاء الله المنتخب الوطني المغربي غدا سيفوز إن شاء الله يا رب. كل الدعم لأسود الأطلس والمنتخب المصري إن شاء الله. شاهدوا. المنتخب الوطني المغربي سيفوز إن شاء الله يا رب. كل الدعم لأسود. السبه تاعنا نحن بيناتي واش لعبنا؟ قول لي واش لعبنا، واش درنا مردود؟ صح اعطيني من الاخر. اللاعبين واش هضروا؟ اللاعبين قال لك خسرنا التحكيم، قال لك كنا والو. عاود تسمع جوار بجوار. ايضا هذه البطوله والحدث ما شاء الله تبارك الله. يعني نقول المغرب ترحب بافريقيا. احنا كذلك في البطوله هذه نرجع نقول كذلك المغرب ترحب بافريقيا في هذه البطوله، ومنذ انطلاقه هذه البطوله والحدث ما شاء الله تبارك الله. يعني نرجع نقول المغرب ترحب بجميع المنتخبات الافريقيه في العاصمه، سواء الرباط، سواء عروس شمال طنجه، فاس، مراكش، وكذلك اكادير، حيث الترتيبات والتجهيزات والامور اللوجستيه المصاحبه ابو ناصر لهذا الحدث ما شاء الله تبارك الله 10 على 10 يعني. الحمد لله. انا في نقطه ثانيه ابغى اتكلم فيها. تفضل. هي عبد الله الكعبي واستديو سوالف رياضيه. ترى اللي قال عنه الحين عبد الله عن موضوع ما يعكس مظاهر المغرب وحضارتها، ايضا نحن كشعب دوله الامارات وكشعب عربي نعكس من خلال دعمنا للمغرب من خلال هذا الاستوديو، من خلال الحديث عن المغرب، من خلال ديكور الاستوديو الجميل المغربي الجميل اللي فيه هذه الروح المغربيه. كل هذه العلاقات الاخويه ابو احمد بيننا وبين الدول العربيه الاخرى، بيننا وبين المغرب. اليوم المغرب، بكره يمكن يكون مصر، بكره بعد. لكن هذه المظاهر انا ليش انتبهت لها من الكوب عبد الله يوم رفعته؟ والله هذا الاتاي يعني. يا سلام يا سلام. المغرب ترحب بافريقيا، تنقل الصوره الغير صحيحه لهذه الاحداث المصاحبه للبطوله. حتى قبل بدايه انطلاقه البطوله كانت الاشاعات حاضره وبكثره بناء. اشاعات حاضره، بعض الوسائل الاعلام تنقل الصوره الغير صحيحه لهذه الاحداث المصاحبه للبطوله. حتى قبل بدايه انطلاقه البطوله كانت الاشاعات حاضره وبكثره ابو ناصر يعني. المغرب عبد الله وخاصه في المباراه الاولى اثبتت ان البنيه التحتيه قويه عندها، اثبتت انها جاهزه. المطر كان ما يقارب اكثر من 4 ساعات مستمر بشكل مستمر، ما شفنا الكوره توقف على ارضيه الملعب، ما في تسريبات ولا في اي تسريب، وفي بالعكس في يعني قنوات صرف وتصريف جميله جدا رائعه مميزه تدل على ان المغرب بلد جاهز وبنية تحتية قوية ومتمكنين من كل أدواتهم الفنية، جاهزين. استمتعنا في المباراة، ما حسينا بالمطر يا رجل. احنا نشوف المطر بس ما نشوف أي توقف، ما نشوف أي ماء على أرضية الملعب. هذا دليل على جاهزية المغرب وعلى أنهم جاهزين. حتى الكلام المغرب ترحب بأفريقيا. احنا كذلك في البطولة هذه نرجع نقول كذلك المغرب ترحب بأفريقيا في هذه البطولة، ومنذ انطلاقة هذه البطولة والحدث ما شاء الله تبارك الله. يعني نرجع نقول المغرب ترحب بجميع المنتخبات الأفريقية في العاصمة، سواء الرباط، سواء عروس شمال طنجة، فاس، مراكش، وكذلك أكادير، حيث الترتيبات والتجهيزات والامور اللوجستيه المصاحبه ابو ناصر. المغرب ترحب بافريقيا. احنا كذلك في البطوله هذه نرجع نقول كذلك المغرب ترحب بافريقيا في هذه صح ما ولاش للفار، ولكن لو ولا للفار راح يبرهن انه ما كانش ضربه جزاء على حسب لا لوا 12 تاع الفوتبول، يقول انه لما يضرب في الجسم الكره ثم تضرب في اليد يعني انه ما كانش ضربه جزاء. اكزاكتومون هذاك واش صرا، ضربت في الجنوب بعدها ضربت في اليد، فضربه الجزاء في مباراه نيجيريا والجزائر ما كانتش كاينه.
وكما كنجبدوا الحاجه الخايبه نجبدوا الحاجه الزوينه. سيري اختي الله يعطيك الصحه، جزائريه تبارك الله عليها كدوي بمنطق العقل في بلاطو تحليلي ديال كره القدم في اذاعه الجزائريه. تخيل معايا بنت وطلعت بعقل على شي وحدين عندهم موسطاجات وكيتخيلوا راسهم رجال. الله يعطيك الصحه اختي. ونقول لك واحد النقطه، علاش ما رجعش للفار؟ حيت غيكونوا الفار كونفيرماو لي ان ما كاينش بيلانتي. فاش كيعيطوا للاربيط يرجع للفار، فاش كتكون شي لقطه اللي خص الاربيط ياخذ لا ديسيزيون. هذا ما كان. شكرا اختي الله يخطيك، شكرا على هذا الكلام الموزون الزوين، الله يعطيك الصحه. سلام عليكم. الحكم صح. فنزويلا لقجع شكون اللي ساق الطياره؟ لقجع شكون اللي هرس الصرصير العظيم؟ لقجع شكون اللي عوج جدار برلين؟ لقجع شكون اللي جاب التسونامي؟ لقجع شكون اللي ضرب ناطحه السحاب في الميريكان؟ لقجع لقجع والشقاء شكون؟ لقجع سوكمان.